كنا نقف ونصلي المحفوظات بتاعتنا. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. فصل شريف من لوقا البشير، بركاته على جميعنا آمين. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، وشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي، ورفع المتضعين، أشبع جياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم آبائنا لإبراهيم ونسله للأبد، والمجد لله دائما أبديا آمين. من أمثال سليمان: الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغنى. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزي. والمجد لله دائما أبديا آمين. قبل ما نبدأ لازم نأكد بقى على حاجة كده مهمة، إن الامتحان بتاع الترم الأولاني هيبقى عليه سؤال مهم اللي هو سؤال المحفوظات، هيبقى عليه 20 درجة. تمام، خلي بالنا بقى إن المحفوظات هتيجي تسميع اللي احنا لسه مصلينها حالا. تمام، هتيجي تسميع وعليها 20 درجة. تمام، سؤال المحفوظات بيبقى كامل، هيجي كامل وعليه 20 درجة. تمام، اللي خلي بالنا بقى ايه ونحفظ المحفوظات كويس جدا. تمام، نبدأ كده. الوحدة التانية احنا خدنا أول درس فيها كان صوم وصلاة السيد المسيح. نراجع الآية كده بتاعتها مع بعض: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. نقول كمان مرة الآية: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. تمام، وقلنا السيد المسيح ادانا مثال أعلى في الصلاة. تمام، مش علشان هو محتاج يصلي، إنما عشان يعلمنا إن احنا لازم نصلي، وإن احنا لازم نصلي عند الضيقات، وإيه كمان، وقبل ما ناخد أي قرار، ورغم المشغوليات. تمام، وقبل الخدمة. تمام، وقلنا ان الصلاة ديت مع الصوم والصدقة نقول عليهم فيتامين صاد بتاع ايه المسيحية، فيتامين صاد، صوم وصلاة وصدقة. والقديس أغسطينوس بيقول ايه: الصلاة هي مفتاح السماء بقوتها، تستطيع كل شيء، هي عمل الملائكة، هي أساس الإيمان، والصلاة بعد كده هي هتبقى شغلتنا في السماء. تمام، طيب كمان المسيح ادانا مثال أعلى في الصوم. امتى؟ لما صام عننا 40 يوم و40 ليلة. تمام، وعلمنا ان احنا بالصوم نغلب الشياطين. ولازم نصوم برضو قبل الخدمة، لازم ان الصيام ما يكونش صوم بس البطن، انما صوم الحواس كلها. تمام، ان بالصوم والصلاة انتصر على الشيطان. تمام، وان بالصيام ربنا بارك طبيعتنا البشرية لما صام عنا 40 يوم و40 ليلة، وبارك طبيعتنا البشرية في لما اتولد في كمان حظيرة للخراف، بارك الفقراء، ولما قبل الهدايا من المجوس بارك الأغنياء، ولما اشتغل نجار بارك العمل، ولما صام بارك ايه طبيعتنا البشرية اللي بتجوع وبتصوم وبتاكل. تمام، ولما خدم بارك كمان التكريس أو الخدمة. تمام، ده كان الدرس الأولاني. نراجع كده على الدرس التاني كمان. كان الدرس التاني هو ايه؟ نقول تاني بس النقطة دي تاني، ان احنا لازم نأكد على ان الفيتامين ص بتاع المسيحية هي صوم وصدقة وصلاة. تمام، وان قديس أغسطينوس بيقول ايه الجملة ديت مهمة: أتريد أن تصعد صلاتك للسماء فامنحهما جناحين، هما ايه؟ الصوم والصدقة. تمام، نراجع تاني. قلنا المسيح ادانا مثال أعلى في الصلاة لما نصلي في بداية اليوم أول ما نصحى على طول، الصلاة عند الضيقات، قبل اتخاذ القرار، رغم المشغوليات، قبل الخدمة.
والصوم قبل الخدمة، الصوم الحواس، صوم ننتصر على الشيطان، بالصوم ربنا بارك تبعتنا البشرية. ونراجع تاني الآية: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. الدرس التاني كان يوم في حياة راهب، تمام، وعرفنا فيه ان الأنبا أنطونيوس هو أبو الرهبان، هو أول راهب. وأخدنا فيها الآية: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. نراجع تاني الآية: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. وقلنا يعني إيه راهب؟ الراهب هو إنسان بيزهد في الدنيا وكل ملذاتها وبيتفرغ للعبادة والتأمل. طب يوم الراهب ده بيبقى شكله إزاي؟ يوم الراهب بيبقى متقسم بين الصلاة والعمل والخدمة في الدير، تمام. وقلنا الإنسان الراهب ده بيبقى عايش في عزلة كاملة، والإنسان الراهب ده لما بيحب يتراهبن لازم الأول يكون خلص تعليمه، تمام. بعد كده يبدأ يروح خلوات في الدير، يتردد على الدير. وبعد كده لما بيتأكد إن رغبته حقيقية بيروح الدير وبيخش في فترة اختبار، تمام. وقلنا إيه هي الرهبنة؟ الرهبنة هي إخلاء القلب من العالم وشهواته للامتلاء بالمسيح، تمام. يعني هي التفرغ لربنا وإنه يعيش معاه للأبد، تمام. وقلنا ازاي الإنسان يبقى راهب زي ما احنا قلنا دلوقتي، ان هو ايه بيتردد فترات خلوة كده على الدير، ولما بيخلص دراسته وبيشتغل وبتبقى حياته مستقرة ولسه الرغبة في ان هو يتراهبن موجودة، ساعتها بيروح الدير وبيقضي فترة اختبار وفترة تلمذة. وبعد كده لو كان بيصلح بيتم ايه رهبنته، تمام. وقلنا قوانين الرهبنة بقى: هي أول حاجة البتولية، الطاعة، الفقر الاختياري، حياة الغربة، والعمل اليدوي. وقلنا البتولية يعني إن الإنسان بيمتنع عن الزواج، مش علشان الزواج خطية، لا، المسيح بارك الزواج في عرس قنا الجليل، لكن علشان يبقى وقته ومشاعره كلها لربنا. وقلنا كمان الطاعة، والطاعة دي بتعلم الإنسان إن هو كمان مش بس يطيع اللي هو الأكبر منه، إنما كمان مرشده الروحي، ويطيع ربنا وأقوال الكتاب المقدس، تمام. بتبقى طاعة من القلب. وقلنا فيها مثال كده اللي هو القديس يوحنا القصير لما أخد العصاية بتاعت أبوه المرشد الروحي وراح حطها في الأرض وبدأ يزرعها كل يوم، يسقيها مية لحد ما ربنا شاف إن هو إنسان مطيع من القلب، مش مطيع اللي هو نفاق أو كده، لا، هو كان فعلا مطيع وكان بيروح ويسقيها مية. فربنا خلى العصاية دي تورق وتطلع شجرة وسماها إيه؟ شجرة الطاعة، تمام. طيب وقلنا حياة الغربة لأنه هو بيتغرب عن أهله وبيته وعشيرته وكل حاجة، وبيعيش حياة غربة مع ربنا بس، تمام. مش علشان هو بيحتقر الناس، لكن هو عايز يبقى في حالة من الهدوء، زي قديس داود النبي لما قال في المزمور ايه: غريب أنا ايه في الأرض، تمام. يعني عايز يدي حياته لربنا بس، مش علشان بيحتقر الناس. الفقر الاختياري وقلنا اللي هو بيتجرد من كل الأموال، ما عندوش أملاك أو بيوت أو فلوس أو ميراث، بيتجرد من كل حاجة ويبقى عايش فقير، تمام. والعمل اليدوي قلنا فيه إن هو لازم يشتغل عشان ياكل، تمام، ما يعيش على حد. وكمان العمل اليدوي بيخليه ما يحسش بالملل، تمام. وكمان العمل اليدوي يساعده ان هو يقدم صدقه من الفلوس بتاعته للفقراء، لان قلنا اساس المسيحيه يصوم، صدقه، صلاه، تمام. هو بيصلي ويصوم فلازم كمان يتصدق. واتكلمنا عن قلاية الراهب، وقلنا القلاية دي عبارة عن حجرتين، والقلاية دي هي مسكن الراهب في الدير. يعني الدير بيبقى جواه مجموعة من القلالي، والقلاية بتبقى عبارة عن أوضتين، أوضة بره بيستقبل فيها الناس يشتغل فيها شغله اليدوي، تمام. يستقبل زوار مثلا، أو يقعد مع إخواته الرهبان مثلا. انما في الاوضه الداخليه دي للصلاه والتسبيح والمطنيات والعمل الروحي بقى بتاعه وقراءه الكتاب المقدس والتامل وكل ده، تمام. واللبس بتاع الرهبان اللي احنا عارفينه ده اللي ربنا وراه للانبا انطونيوس لما بعت له الملاك، وراه اللبس اللي هو لابسه، ومن ساعتها الانبا انطونيوس لبسه. وبعد كده الرهبان كلهم
في العالم كله لبسوا نفس اللبس ده، ووراه ازاي يقعد يصلي ويشتغل ويشتغل ويصلي، تمام، علشان ما يحسش بالملل. ده كان كده الدرس التاني. الدرس التالت بتاعنا كان إكرام المسيح للعذراء. وقلنا الآية بتاعتنا مباركة أنت في النساء، وشوفنا ازاي المسيح أكرم العذراء لما أولا اختارها تكون هي أم الإله، تمام، من كل نساء العالم، لأنها كانت أكتر النساء اتضاعا وصفاتها الجميلة، تمام. فبعت لها الملاك بشرها بميلاد المسيح وقال لها مباركة أنت في النساء، تمام. وكمان اليصابات قالت لها نفس الجملة مباركة أنت في النساء لما العذراء راحت زارتها، تمام. يبقى قلنا إكرام المسيح للعذراء أول حاجة في اختياره ليها إنها تكون أم الإله، تمام. تاني حاجة، لما كان المسيح بيطيع العذراء أولا وهو صغير لما راح معاها الهيكل في العيد كان بيطيعها، كمان لما كبر وراحوا مع بعض عرس قنا الجليل، والعذراء طلبت منه ان هو يحول يعمل معجزة او يساعد الناس ديت، وحول المية لخمر غير مسكر، تمام. فدي المرة التانية اللي كان المسيح بيطيعها فيها، سواء بقى وهو صغير او وهو كبير. مرة وهو في الهيكل وهو صغير عنده 12 سنة، ومرة وهو كبير لما حضروا مع بعض عرس قنا الجليل. تمام. إكرام المسيح العذراء برضو هو عند الصليب لما وصى عليها يوحنا رغم آلامه ورغم صعوبة الوقت اللي هو كان فيه، لكن هو قال ليوحنا يا يوحنا هذه أمك، وقال للعذراء إيه يا امرأة هوذا ابنك. ومن ساعتها يوحنا أخذ مسؤولية العذراء وبقى مسؤول عنها وأخدها في بيته بقى إيه بيراعيها، تمام. كمان اهتمام المسيح بيها عند نياحتها لما المسيح جه بنفسه مع الملائكة وأخد روحها للسماء، وكمان ما خلاش جسدها على الأرض، لا أخد كمان جسدها للسماء، تمام. وقلنا كمان العذراء هي أكتر النساء المكرمة في الكتاب المقدس، هي الست الوحيدة اللي تسجلت تسبيحاتها الشهيرة اللي هي تعظم نفس الرب اللي هي المحفوظات بتاعتنا، هي الوحيدة اللي اتذكرت التسبيحة بتاعتها ومذكورة فيها في العهد الجديد، اللي هي تعظم نفس الرب وتبتهج روحي من الله مخلصي. كمان الملائكة بتكرم العذراء لما زي مثلا الملاك جبرائيل لما جه قال لها سلام لك يا أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء، تمام. كمان من الناس اللي كانت عايشة وقت العذراء وأكرمتها هي إليصابات، لما حل عليها الروح القدس وقت ما العذراء دخلت وقالت لها سلام، وساعتها إليصابات حل عليها الروح القدس وحست إن يوحنا في بطنها، يوحنا المعمدان ارتقد يعني سجد في بطنها بابتهاج، فقالت لها إيه من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطنه، تمام. احنا كمان بنكرم العذراء، بيبقى في عندنا صيام العذراء في شهر 8 بنصوم 15 يوم زي الرسل لما صاموا عشان يشوفوا منظر جسدها وهو صعد للسماء، تمام. كمان احنا الكنيسة بتقول ألقاب كتيرة قوي على العذراء زي العليقة، تمام، بنقول عليها كمان والدة الإله، هي أم النور، أم المخلص، أم عمانوئيل، تمام، سيوتوكوس، كل دي ايه صفات او القاب الكنيسه بتقولها على العذراء. كمان الايقونه بتاعت العذراء بنشوف ان العذراء لابسه تاج لان هي الملكه ام الملك ملك الملوك، كمان بنشوف الملائكه حواليها لانها هي السماء الثانيه دايما تلبس ازرق علشان هي السماء الثانيه اللي شالت المسيح، تمام. فعشان كده نلاقي دايما النجوم وهي لابسه ازرق وحواليها ملائكه، تمام. طبعا ودايما تبقى على يمين المسيح عشان المزمور بيقول ايه قامت الملكة عن يمين الملك. ونساء كثيرات عملنا فضلا اما انت ففقت عليهن جميعا، عشان كده هي ايه هي ام المخلص ووالدة الاله وام النور مفيش ليها مثيل، تمام. ده كان الدرس بتاع اكرام المسيح للعذراء، وكان الدرس الاخير هو المحفوظات بتاعتنا، وخدنا فيه تسبيحة العذراء وخدنا فيه كمان امثال سليمان، تمام. وقلنا التسبيحة بتاعت العذراء ازاي ذكرت صفات لربنا ان هو المخلص وهو قدوس
وهو القدير. تمام. وتسبيحة العذراء اللي بتذكر فيها ازاي ربنا باركها واختارها من دون نساء العالم، وازاي كل الأجيال هتطوبها. تمام. وخدنا كمان أمثال سليمان اللي بيعلمنا إن الابن الحكيم يفرح أبوه وأمه، لكن الابن الجاهل يبقى سبب حزن أمه وتبقى متضايقة لو هي شايفة إن ابنها في حال سيء. والبر هو اللي بينجينا من الموت، مهما عملنا الشر مش هينفعنا. وإزاي إن ربنا ما بيسيبش ولاده ولا يجوعهم، لكن بيخلي باله دايما عليهم. هو المسيح بيقول ايه؟ عين عليك من اول السنه لاخرها. تمام. كمان بيقول ان العمل بيد رخوه يفتقر، يعني لو الانسان مش مجتهد ربنا مش هيبارك في شغله، لكن لو مجتهد ربنا يبارك في عمله. تمام. ما ينفعش ابقى وقت الحصاد وانام، يعني لازم لما يبقى فيه فرصه وربنا يبعت لي فرصه انا لازم اسعى واحاول عشان ربنا يبارك في عملي. تمام. دي كانت أمثال سليمان وكانت المحفوظات بتاعتنا. نبدأ بقى دلوقتي نحل أسئلة إيه سوا. تمام. نبدأ كده مراجعة على الوحدة التانية. تمام. الأسئلة دي هتلاقيني حطها لك على التيم، لو عايز تحلها في ورقة جهز الكراسة بتاعتك وحل كده، اكتب السؤال الأول والإجابة بتاعته كذا عشان لما تحب ترجع لها بعد كده. تمام. نبدأ كده مع بعض ايه ونراجع على الوحدة التانية. أول سؤال، حط علامة صح أو خطأ. الصلاة في أوقات الفراغ فقط، ايه رأيك؟ صح ولا غلط؟ طبعا ايه غلط. تمام. المفروض ايه؟ رغم المشغوليات وفي كل وقت. طب علينا أن نستيقظ باكرا قبل أي نشاط أو عمل لنصلي. طبعا ايه صح. لم يصلي المسيح قبل اختيار التلاميذ. طبعا غلط، المسيح صلى طول الليل وبعد كده الصبح اختار التلاميذ. عندما صام المسيح بارك الصيام. طبعا صح، وبارك كمان طبيعتنا البشرية. نمرة 5، التلاميذ هم اللي علمونا الصلاة. غلط، المسيح هو اللي علمنا الصلاة لما صام 40 يوم و40 ليلة. الصوم لحاسة التذوق فقط، ايه رأيك؟ طبعا غلط، الصوم لحواسنا كلها. تمام. نمرة 7، الصلاة هي مفتاح السماء، بقوتنا نستطيع كل شيء. طبعا صح، الصلاة هي مفتاح السماء، لكن كمان محتاجة معاها ايه؟ صوم وصدقة. ماشي. بالصلاة والصوم يكون لنا الانتصار على الشيطان وأفكاره. صح. نمرة 9، الصوم والصلاة طرق تصل بين الإنسان والله. طبعا ايه صح، الصوم والصلاة هي علاقتنا مع ربنا. تمام. نمرة 10، قبل اتخاذ أي قرار يجب أن نلجأ إلى الله في الصلاة ونطلب منه الإرشاد والحكمة. طبعا صح، احنا قلنا قبل اتخاذ أي قرار. نكمل. نمرة 11، الصوم والصلاة يساعدان على تقديم توبة لله عن خطايانا. طبعا ايه صح، لازم الواحد بيتوب، وكمان بيبقى التوبة دي مقرونة بالصوم والصلاة. تمام. صام المسيح 40 يوم قبل أن يستلم الوصايا العشر. طبعا ايه خطأ، اللي استلم الوصايا العشر وصام برضو 40 يوم هو كان مين؟ موسى النبي. عشان كده احنا في الصيام الصغير اللي احنا صايمينه حاليا بنصوم 40 يوم ومعاهم 3 أيام اللي هم بتوع جبل المقطم. تمام. وال40 يوم زي موسى اللي استلم الشريعة، واحنا في آخر الصيام الصغير ده بنستلم السيد المسيح المولود من العذراء. تمام. نمرة 13، حياة الراهب اليومية تنقسم بين الصلاة والعمل والخدمة. طبعا صح. نمرة 14، الراهب إنسان يعيش في عزلة كاملة عن العالم وينسى العالم تماما. طبعا غلط، المفروض ان الراهب بيعمل هو صحيح بيشتغل ويصلي وبيخدم، لكن ما بيبقاش في عزلة نهائية عن العالم، لكن دايما يصلي عن العالم، يصلي عن المشكلات اللي في العالم والأوبئة والكوارث،
يصلي ان ربنا يرفع غضبه عن العالم. تمام، فهو مش بينسى العالم تماما، هو بيعتزل صحيح، لكن دايما يصلي عن اللي في العالم، عن العالم والناس اللي في العالم وعن الكنيسة. تمام. نمرة 15، الراهب هو إنسان أحب الرب من كل قلبه ووجد متعة روحية معه. طبعا صح. نمرة 16، الرهبنة هي عدم إخلاء القلب من العالم وشهواته. طبعا غلط، المفروض إن الرهبنة هي إخلاء القلب من العالم وشهواته. نمرة 17، يترك الإنسان دراسته ويذهب للدير حتى يصير راهبا. طبعا غلط، المفروض إن الإنسان ده بيخلص دراسته خالص، يعني لازم يخلصها ويشتغل وحياته تبقى مستقرة، وبعد كده ياخد القرار ويروح للدير. أثناء الفترة دي بقى بيروح خلوات. تمام، لكن مفيش دير بيقبل أي إنسان يكون لسه ما خلص الدراسة بتاعته. تمام. نمرة 18، لابد أن يلتزم الراهب بقوانين الدير. طبعا صح. تمام، وقلنا القوانين هي البتولية والعزلة والطاعة والفقر الاختياري. تمام، والعمل اليدوي. نمرة 19، لا يهم للراهب أن يكون متزوج ولديه أولاد. طبعا هو ما يهمهوش ان هو يبقى عنده أولاد أو متجوز، لأن أصلا ولاده هم أخواته في الرهبنة الصغيرين اللي لسه موجودين، وولاده هم كل إنسان هو بيخدمه. تمام، فكل دول ولاده، هو مش محتاج ان هو يتجوز. مش الأولاد مش بيكونوا بس بالجواز فقط، لكن في حاجة اسمها أولاد روحيين. تمام، زي ما بولس الرسول قال، زي ما احنا مثلا بنقول لأبونا الكاهن يا ابونا. تمام، فاحنا كلنا بقى ولاده. تمام. نمرة 20، الطاعة هي إحساس الإنسان إنه يحتاج لشخص أكثر خبرة ليرشده في الطريق الروحي. طبعا صح، يعني الإنسان لما بيكون مطيع ما يحسش إن هو مكبر وإن أنا مش محتاج لحد وأنا أخد خبرتي بنفسي. لا، هو لازم بيبقى فيه بيطيع مرشد روحي أو أب اعتراف بيساعده في حياته الروحية، عشان كده بيطيعوا في القوانين أو الطلبات اللي المرشد الروحي بيقول له عليها. تمام. نمرة 21، في حياة الغربة يعتزل الراهب عن الناس لأنه يحتقر الناس. طبعا غلط، الراهب مش بيحتقر الناس، لكنه بيعتزل عشان عايز يعيش في وحدة مع ربنا ويعيش في متعة مع ربنا بس. تمام، لحد كده. نمرة 22، القلاية هي مسكن الراهب وليس لها أي ترتيب منظم. صح ولا غلط؟ طبعا غلط. تمام، لأن القلاية منظمة. القلاية أولا الدير يتكون من قلالي جنب بعض. تمام، والقلاية بتتكون من غرفتين مترتبة جوه للشغل الروحي اللي هو الصلاة، صوم، مطنيات، سجود يعني لربنا، مثلا قراية كتاب مقدس، قرايات في كتب روحية. إنما الأوضة اللي بره هي العمل اليدوي، الشغل اليدوي اللي هو بيشتغله ويستقبل إخوات الرهبان أو يستقبل الناس الزوار على حسب بقى. بس هو متنظمة جوه أوضتين، جوه أوضة للصلاة والبره دي للعمل اليدوي واستقبال الناس. تمام. نمرة 23، العمل يرهق الراهب ولا يخفف عنه. غلط، طبعا الراهب عايش في عزلة، فلو هو صلاة على طول هيشعر بالملل، فالعمل اليدوي يخفف من من الملل. تمام. نمرة 24، العمل يعطي فرصة للراهب أن يأكل من عمل يديه. طبعا صح. تمام، لأنه هو المفروض بقى عنده فقر اختياري، يعني ما عندش عنده مصدر للمال. تمام، أو ما عندوش مثلا فلوس في البنك أو ميراث أو فطبعا هو ما حلتهوش إلا إن هو لازم يشتغل علشان يأكل، والشغل ده بيطلع منه جزء صدقة وجزء بياكل منه. تمام. نمرة 25، عظمة العذراء تتمثل في اختيار الرب لها مثل كل النساء. طبعا خطأ، ربنا اختارها دون كل النساء، ربنا ما اختارش كل النساء، اختار واحدة بس، هي مين؟ العذراء.
أو العذراء مريم. تمام. نمرة 26 قال عنها كل من الملاك رفائيل وإليصابات إنها مباركة في النساء. إليصابات فعلا قالت إنها مباركة في النساء، لكن الملاك رفائيل مش هو اللي اتبعت للعذراء، الملاك جبرائيل هو مبشر العذراء، هو اللي قال. يبقى طبعا نمرة 26 دي ايه؟ غلط. نمرة 27 أطاع الصبي يسوع أمه العذراء ورجع معها إلى الناصرة. طبعا صح، لما كان راح معاها الهيكل ورجع معاها وسمع كلامها. نمرة 28 لم يطيع المسيح العذراء في معجزة عرس قنا الجليل. غلط. العذراء أول ما طلبت منه ربنا استجاب ليها على طول وسمع طلبتها. طب نمرة 29 صعدت روح العذراء للسماء لكن جسدها ترك الرب في الأرض. طبعا خطأ. الجسد منه المسيح ما كانش ينفع يتساب على الأرض، فالسيد المسيح جه وأخد روحها للسماء، وبعد كده جه وأخد جسدها كمان للسماء. بعت الملائكة وأخدوا جسدها وأصعدوه للسماء. نمرة 30 يرسم الفنانين صورة العذراء على شمال الرب يسوع. طبعا غلط. احنا قلنا الرسامين دايما يرسموا العذراء على اليمين، علشان داود النبي قال في المزمور ايه؟ جلست الملكة عن يمين الملك. تمام، مش على شماله، على يمين. تمام. شوف الدرس اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده. أكمل العبارات التالية. 1 ينبغي أن نقط كل حين ولا، يبقى ينبغي أن إيه؟ يصلى كل حين ولا يمل. نمرة 2 صام الرب يسوع نقط طبيعتنا بالصوم ليبارك طبيعتنا بالصوم. نمرة 3 لم يكن السيد المسيح محتاج للصوم ولا التجربة على الجبل لأنه إيه؟ لم يكن المسيح محتاج للصوم ولا التجربة على الجبل، لأنه هو بيدينا إيه؟ هو مثال وقدوة. تمام، بيعلمنا، هو بيعلمنا، لكن مش محتاج للصوم ولا للتجربة ولا للصلاة. تمام. نمرة 4 ذهب المسيح للبرية 40 إيه؟ يوم و40 ليلة. نمرة 5 لم يبدأ الرب يسوع خدمته مباشرة إلا بعد إيه؟ بعد أن صام 40 يوم و40 ليلة. بعديها بدأ ربنا يسوع ينزل الخدمة بقى مباشرة والمعجزات وكده. نمرة 6 علمنا أننا بالصلاة والصوم يكون الانتصار على الشيطان. نمرة 7 يجب علينا الصلاة رغم المشغوليات. نمرة 8 علينا أن نستيقظ قبل المدرسة وقبل أي نشاط نعمله. علينا أن نستيقظ باكرا ونصلي، سواء بقى قبل المدرسة أو قبل النشاط أو قبل الشغل. نمرة 9 السيد المسيح لم يكن محتاج للصوم لأنه الوحيد الذي بلا خطية، هو الوحيد بلا خطية، مش محتاج إنه يصوم أو يصلي. نمرة 10 كان يقضي الرب يسوع معظم وقته في الخدمة وعمل المعجزات. تمام. قبل بقى ما نكمل بقية السؤال ده هنحل مع بعض الفور بتاع النهاردة. تمام، انا هقراهولك وبعدين ابعتلك اللينك بتاعه وتحله. برضو ده على والمراجعة كده سريعة على الوحدة التانية. أكمل الآية ينبغي أن نقط كل حين يصام ولا يصلى ولا نموت. أكمل الآية نقط أنت في النساء محبوبة ولا مباركة ولا مكرمة. الصلاة فقط في وقت الفراغ صح ولا غلط. السؤال الرابع فيتامين ص في المسيحية هو صوم ولا صلاة ولا صوم وصلاة وصدقة. نمرة 5 أكمل الآية من لي في السماء ومعك لا أريد نقط على الأرض مال ولا طعام ولا شيئا. نمرة 6 حياة الراهب تنقسم حياته ما بين الصلاة والعمل والخدمة صح ولا غلط. القلاية بتتكون من كام حجرة 3 ولا 1 ولا 2. سؤال نمرة 8
أكمل الآية. بنات كثيرات عملنا نقط أما أنت ففقت عليهن جميعا، محبة ولا فضلا ولا خدمة؟ الإصابات كانت عاقر ولا عجوز ولا جميع ما سبق؟ أوصى الرب يسوع يوحنا المعمدان بأمه عند الصليب، صح ولا خطأ؟ بنحل الفورم وبعد كده بنضغط سبميت. هبعت لك اللينك بتاعها ونحله دلوقتي. تمام. سؤال نمرة 11. صام نقط عنا 40 يوم و40 ليلة. صام مين؟ المسيح عنا 40 يوم و40 ليلة. نمرة 12 دي آية بقى. من لي نقط ومعك لا أريد شيئا، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. نمرة 13 حياة الرهب اليومية تبدأ من الساعة نقط وختامها بالساعة كذا. من الساعة طبعا 3 بيقوم من بدري بيصلي التسبحة، واختمها بالصلاة برضو بتاعة التسبحة. يبقى بيبدأ باليوم بالصلاة، بصلاة التسبحة بالليل وبعد كده وراها القداس، وبعدين بيختمها بالليل تاني برضو بالتسبحة، وهكذا. تمام بالصلاة. نمرة 14 الراهب هو إنسان أحب الله من كل قلبه ووجد متعة في الحياة مع الله. متعة الحياة مع الله. تمام. نمرة 15 الرهبنة هي إخلاء القلب من من العالم وشهواته للامتلاء بالمسيح. طيب نمرة 16 تنبع نقط من إحساس الإنسان إنه في حاجة لشخص آخر خبرة. دي تبقى بقى؟ دي فضيلة الطاعة. تمام. فضيلة الطاعة. يبقى الإنسان المطيع يحس إن هو محتاج حد أكبر منه أو أكثر خبرة منه، ياخد خبرة وياخد إرشاد. تمام. لكن لو إنسان متكبر مش هيقدر يطيع حد. تمام. نمرة 17 الفقر الاختياري يتجرد الإنسان بإرادته من الأموال أو من المال. ماشي. نقط هي مسكن الراهب وتتكون عادة من طبعا اللي هي القلاية هي مسكن الراهب، وبتتكون من كام حجرة بقى؟ حجرتين. نمرة 19 العمل يخفف عن الراهب الملل. نمرة 20 العمل يعطي فرصة للراهب أن يأكل من عمل يديه ويعطي صدقة للآخرين. نمرة 21 مباركة أنت في النساء عبارة قيلت عن مباركة أنت في النساء عبارة قيلت من جبرائيل الملاك والقديسة إليصابات. تمام. السؤال نمرة 22 أطاع الرب يسوع أمه العذراء ورجع معها إلى الناصرة. لو هو صغير رجع معها للناصرة. نمرة 23 أطاع الرب يسوع أمه في معجزة عرس قانا الجليل. نمرة 24 يا امرأة هوذا ابنك، وقال ليوحنا تلميذه هوذا أمك. تمام. من رموز العذراء مريم في العهد القديم العليقة اللي رآها مين؟ موسى النبي. نمرة 26 إكرام الملائكة للسيدة العذراء يظهر في تحية الملاك بقى؟ احنا قلنا اسمه ملاك جبرائيل. والملاك جبرائيل على فكرة له اسم تاني اللي هو الملاك جبريال، يعني دي أو دي صح، ملاك جبرائيل أو الملاك جبريال. نمرة 27 من ألقاب العذراء هي الملكة، أم النور، أم الإله، والدة الإله، سيوتوكوس، أم المخلص، أم عمانوئيل. كل دي ألقاب للعذراء. تمام. نمرة 28 فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فوز منذ الآن جميع الأجيال تطول.
تمام. نكمل سؤال التكملة. لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. نمرة 32. ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. نمرة 33. صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. نمرة 34. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. نمرة 35. أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. نمرة 36. عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة. 37. كما كلم آبائنا. احنا طبعا قبل ما نكمل نأكد تاني لازم حفظ المحفوظات دي مهم جدا جدا جدا. تمام. عليه سؤال المحفوظات ده 20 درجة في الترم الأولاني. الامتحان اللي هيجي في الترم الأولاني عليه 20 درجة في المحفوظات بس. تمام. نرجع تاني للسؤال بتاعنا ده. نمرة 37. كما كلم آبائنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. نمرة 38. أمثال سليمان الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر. نمرة 39. كنوز الشر لا تنفع أما البر فينجي من الموت. نمرة 40. الرب لا يجيع نفس الصديق لكنه يدفع هوى الأشرار. 42. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزي. تمام. نحل السؤال ده كمان اللي هو نختار ما بين الأقواس. نمرة 1. صام الرب يسوع المسيح عنا كم يوم وكم ليلة؟ 40 ولا 50 ولا 20؟ طبعا 40. نمرة 2. لم يبدأ السيد المسيح خدمته مباشرة إلا بعد أن صام ولا صلى ولا اتمد؟ طبعا بعد ما صام. نمرة 3. بالصلاة والصوم يكون الانتصار على الشيطان. نمرة 4. صار الصوم لجميع الحواس الجسدية ليس فقط حاسة التذوق ولا النظر ولا السمع. طبعا التذوق مش حاسة التذوق بس أو الطعام بس هو ده الصوم. لا، الصوم هو كل الحواس، نظر وسمع ولمس. تمام. ومعاهم التذوق. نمرة 5. ينبغي أن الإنسان نقط كل حين ولا يمل، يذاكر ولا يصلي ولا يصوم. طبعا ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، في كل وقت بنصلي. نمرة 6. حياة الراهب اليومية تنقسم ما بين نقط والخدمة، الصلاة ولا تحدث ولا افتقاد؟ طبعا بين الصلاة وبين الخدمة. نمرة 7. الراهب إنسان يعيش نقط كاملة في عزلة ولا ضوضاء ولا زحمة؟ في عزلة كاملة. نمرة 8. الراهب هو إنسان أحب نقط من كل قلبه، العالم ولا الشهوات ولا الله؟ طبعا الراهب هو إنسان أحب الله من كل قلبه. نمرة 9. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. نمرة 10. الرهبنة هي إخلاء القلب من العالم وشهواته. تمام. احنا كده النهاردة راجعنا على الوحدة التانية. من المرة الجاية بنراجع على المنهج كله، بنحل أسئلة مع بعض. تمام. في حاجة مش مفهومة؟ كله تمام. أشوفك بقى الحصة الجاية. باي باي.